أضرب لكم مثالا تتأملون به، ورجاء تخلونا دائما ببالكم هذا المثال. يوم من الأيام تأملوا وياي، كنت أقرأ مجلس بجامع الرحمن ببغداد بالمنصور. تعرفون شنو معنى المنصور؟ منصور شارع الأميرات. خلصنا من المجلس واكو ازدحام بالسيارة، احنا راكبين، أنا معمم بهاي ملابسي، فكملنا المجلس وازدحام، فكانوا وياي مشايخ، قلت لهم اخواني ايش قد يطول هذا الازدحام؟ قالوا والله سيد ساعة ونص. قلت لهم ما راح انزل. قالوا وين؟ هذا شارع الاميرات سيد، تقاطع الاميرات، انت تعرف شنو كل ناس كذا وكذا. قلت لهم خلينا ننزل. فقالوا ننزل وياك؟ قلت لهم لا علمني، بس اني نزل وياي احد الاخوه صديقنا ولد شاب. تمشينا بشارع الاميرات بالمنصور، شايفين بعد حجاب، ماكو صفوف، تلقى ناس على النص. هسه قد تقولون يعني ماكو فائده من هذا النزول. اخواتي وامهاتي، شوف انا نزلت بالتقاطع مع جامع الرحمن، الله يشهد خلال ساعه امشي 25 شخص سالني بين ذكر وانثى، اسئله فقهيه، اسئله اخلاقيه، اسئله عقائديه. قلت عجيب شنو هاي؟ اخر شيء جاني ولد يمشي هو وزوجته، سير بالبدايه ما عرفت زوجته، وقف قبالي، البنيه وياه لابسه شال ضابته على راسها بدون اهتمام. قال اي هذا شيخ الهينا يقول علي. السلام عليكم شيخنا. قلت له اهلا ومرحبا. قال انا وزوجتي معارك خير. قال انا غيرتي ما تخليني اسمح لها تطلع بدون حجاب وكذا، وهي ما تقبل بالحجاب، تقول تخلف، فايدك تقنعها. احنا وين؟ على الرصيف بالشارع، بنص الشارع، قبال مرطبات ومدري ايش. لكن كما قلت لكم قبل قليل، الانسان المهدوي ما يشتغل بالموقعيه، يشتغل بالمسجد وبالشارع وبالمقهى وبالسوق وبالبيت وبالمطبخ وين ما كان. فبديت اتحدث وياهم وهي موجوده. تقريبا طولنا ربع ساعه نتحدث. الله يشهد اخواتي، اقسم لكم بالله لما كملنا الحديث هي عدلت حجابها، لفت شعرها، غطت شعرها، قالت اوعدك شيخنا، الكل شيخنا، اوعدك شيخنا بعد هذا الكلام من اليوم ما اطلع بدون حجاب ابد. بينكم وبين الله قبل لا ننزل بالشارع لامونا لو ما لامونا، ماكو امل. ولكن عندما تنظر الى هذه الجوانب ستجد